للسنة الثالثة على التوالي تقيم القصة الكردية مهرجانها السنوي برعاية هيئة الثقافة التابعة للإدارة الذاتية غربي كردستان في مدينة القامشلي. وحدد السادس من يونيو حزيران موعدا لسنوية المهرجان إحياء للذكرى الأولى لنشر أول قصة كردية سنة 1913 بقلم الكاتب الكردي فؤاد تمو. 54 قصة مشاركة من مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين وأقليم كردستان العراق وتركيا وأوروبا. وقد قدمت القصص المشاركة باللغات الكردية والسريانية والعربية، غير أن الزخم الأكبر سجل للغة الكردية، حيث افتتح المهرجان عروضه يوم أمس الاثنين مصادفة مع أول أيام الشهر الفضيل، وسيستمر 6 أيام ليختمها نهاية الأسبوع بعد أن يتم اختيار القصص الفائزة بعد عرضها على لجنة التحكيم، ليكرم الفائزون بهدايا رمزية مرفقة بشهادة تقديرية مقدمة من هيئة الثقافة. وأرجع الكاتب الكردي بير رستم لبريس 23 أهمية القصة والحكاية بالذاكرة الأدبية والفنية المدونة للشعوب والمجتمعات، بحيث تجعلها وعاء يختزن كل ما يتعلق بحياة الناس وبعاداتها وسلوكيات حياتها اليومية بأسلوب حكائي درامي، يجعلها أحد أهم الأساليب والطرق التي يمكن للشعوب أن تورث تاريخها وحضارتها للأجيال القادمة، وتكون مكتبة قصصية تدون الذاكرة والثقافة الكردستانية. وصرح لبريس 23 نوشين بيجرماني عضو اتحاد الكتاب الكرد في سوريا وعضو اللجنة التحضيرية للمهرجان: الشيء المهم هو إقامة هذا المهرجان الثالث حتى لا ننحرم سنة منه. وتأكيدا لهذا تعاون اتحاد الكرد في سوريا مع هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية الديمقراطية التي عملت على رعاية هذا المهرجان. الشيء المميز في هذا المهرجان هو مشاركة المكونات الأخرى من عرب وسريان. أتوقع أن يكون ناجحا، وهذا ما أتمناه، لتكون المشاركات أكبر في السنين القادمة، حيث أن أهم ما أثر على هذا المهرجان هو هجرة الكثير من الكتاب إلى الخارج، بالإضافة إلى قلة المشاركة نتيجة الأوضاع الأمنية الغير مستقرة. واختتم بيجرماني حديثه قائلا: أتمنى أن نوفق في تقديم ما يرضي قراءنا وشعبنا الكردي في غرب كردستان، لكن تبقى لقصص الجدات نكهتها المطرزة في يوميات الطفولة العابرة، تغمس بحلاوة تفاصيلها دندنات تبقى صداها متمترسة بجدران ذاكرتنا. خاص لبريس 23 القامشلي.